ازيكم؟ في واحد من أكبر المشاريع الثقافية اللي اتعملت في القرن ال21، المتحف المصري الكبير، المكان اللي اتبنى عشان يجمع ويحافظ ويعرض أعظم حضارة في التاريخ، الحضارة المصرية القديمة. من أول لحظة تقرب فيها من المبنى هتحس إنك واقف قدام تصميم معماري مهيب. الواجهة الضخمة اللي بتواجه الشمس، الزوايا اللي بتشبه أضلاع الأهرامات، والبوابة اللي بتفتح على عالم كامل من التاريخ. أول ما تدخل هتلاقي التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني واقف كأنه بيستقبل الزوار من آلاف السنين. التمثال ده اتنقل من ميدان رمسيس بعناية شديدة وترمم قطعة قطعة عشان يفضل واقف هنا في المدخل الرئيسي كرمز للقوة والعظمة. بعدها هتبدأ تطلع السلم العظيم، أكتر منطقة بتحسس الزائرين بضخامة المكان. على السلم معروض أكتر من 400 قطعة أثرية، قطع بتشرح مراحل مختلفة من حياة المصري القديم، الديانة، الحروب، الفن، الكتابة، الطب، وحتى تفاصيل الحياة اليومية. كل قطعة معمولة لها إضاءة وترتيب بيخليك تحس كأن التاريخ بيكلمك. لكن كل ده مجرد مقدمة، لأن الجزء اللي العالم كله مستنيه هو معرض توت عنخ آمون. والأول مرة في التاريخ كل مقتنيات الملك الشاب، أكتر من 5000 قطعة، هتكون معروضة تقريباً كاملة في مكان واحد. العرش الذهبي، العربات الملكية، الأقنعة، الصناديق، التماثيل الصغيرة، وحلي مازال لونها ذهبي بعد آلاف السنين. طريقة العرض هنا مختلفة، مش مجرد آثار، لكن رحلة بتشرح حياة الملك من ولادته لحد لحظة اكتشاف مقبرته. ومش هتقدر تمشي من غير ما تزور ممر الأهرامات، ممر زجاجي شفاف ضخم بيطلعك على منظر مباشر للأهرامات الثلاثة، الهضبة والسحرة. المنظر ده لحد النهاردة أي زائر بيعتبره لحظة مقدسة، لأنك بتشوف المتحف مرتبط فعلياً بالمكان اللي بدأت منه الحضارة. المتحف مش بس مكان للعرض، ده مركز ترميم من أكبر مراكز الترميم في العالم، في أكتر من 19 معمل متخصص بيرجعوا القطع الأثرية لحالتها الأصلية بأحدث تقنيات العلم. كمان المتحف بيضم قاعات تعليمية ومعارض مؤقتة ومنطقة خاصة بالأطفال، يعني زيارة المتحف هتبقى لكل الأعمار. التصميم المميز كمان للمتحف زي الإضاءة، المساحات الواسعة، العرض المتطور، وكمان الرؤية المباشرة للأهرامات بتخلي الزائر يحس إنه عايش وسط حضارة فعلاً عمرها آلاف السنين. وفي النهاية لما تخرج برا المتحف هتحس إنك ماشي ومعاك قصة بتبدأ من أول حجر اتبنى عليه الهرم لحد آخر قطعة اتجمعت هنا. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده رسالة بتقول إن الحضارة لسه حية ولسه بتلهم العالم كل يوم.